بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذا البث الجديد. هذا البث الذي نعتبره ونتمناه أن يكون متميزا، بث لأنه يخص ذكرى تاريخية عزيزة على جميع المغاربة، ذكرى وثيقة الاستقلال، وثيقة 11 يناير 44 أو ما يسمى عموما بوثيقة يناير 1944. هاد الذكرى اللي كيخلدها اليوم المغرب بكل فخر واعتزاز، لأنها جات باش تكون منعطف تاريخي في مطالبة المغرب باستقلاله بقوة وبحزم وبدون شرط ولا قيد. ذكرى صنعت الفارق وكانت متميزة. تتذكرها الخطب الملكية، تتذكرها الأحزاب السياسية، تتذكرها الحركة الوطنية. نقرأها في التاريخ منذ كنا صغارا، تذكر كذلك في خطاب الجمعة. يتناولها الإعلام بشكل كبير ودائم سنويا، مؤرخة بماء من ذهب في التاريخ وفي الفكر وفي الحضارة المغربية. ولكن هذه الذكرى ظلت مرتبطة في ذهن المغاربة في ارتباط وطيد ووثيق بحزب عتيد، حزب وطني مغربي أصيل مكافح مجاهد، ألا هو حزب الاستقلال، وبالحركة الوطنية بكل فروعها والهيكل ديالها والتنظيمات ديالها. إلا أن هذا الارتباط ديال استقلال المغرب، وثيقة استقلال المغرب في ذهن المغاربة بحزب الاستقلال بشكل خاص وبصفة حصرية، هو خطأ كبير في التاريخ المغربي، وتم ترسيخه وتمريره عن قصد أو عن غير قصد، أو من خلال استنساخ اسم الحزب للوثيقة ولكفاح الشعب المغربي عامة من أجل استقلاله. اليوم ومن خلال هذه الحصة أو ربما حصص مقبلة حسب ما سيتطلبه هذا البث أو بث مباشر آخر، نسلط الضوء لنصحح معلومة تاريخية مغربية خاطئة، ألا وهو أن حزب الاستقلال هو الذي كان مبادرا لوثيقة 11 يناير 1944. هذا خطأ تاريخي، خطأ لابد أن يصحح، خطأ تناولناه في بحث دكتوراه الدولة، وخصصنا له قسم مهم من أجل جمع وجرد وتوثيق وتركيب وإعادة بناء وصياغة مطلب الاستقلال بالمصادر الحقيقية ديالو، المصادر التاريخية ديالو. إذن من أجل التصحيح، وهذا لا ينقص شيئا من حزب الاستقلال نهائيا، ولكن الحقيقة التاريخية لابد أن تظهر واضحة بينة ومتجلية. نعم، الشعب كله كافح وقاوم الاستعمار، وهو اللي أعطى الضريبة الكبيرة والتضحية الكبيرة، وحتى حزب الاستقلال ما كيقولش، وأظن ما تيقولش وما يمكنش يقول، وغادي نهضروا الآن في المعطيات اللي غادي نعطيو حتى الناس ديال حزب الاستقلال، وعلى الرأس ديالهم المرحوم علال الفاسي، وعلى كذلك المرحوم عبد الكريم غلاب، والناس في حزب الشورى والاستقلال أبو بكر القادري، كذلك الناس اللي كانوا في حزب الاستقلال من المرحوم عبد الرحيم بوعبيد، وكل رجالات تلك المرحلة ما كيقولوش أن حزب الاستقلال بأنه هو اللي كان مصدر والمبادر في الوثيقة، إنما عبر التاريخ والأجيال ترسخت هذه المعلومة الخطأ، ولا بد
أن تمحى وأن تصوب في الاتجاه الصحيح. من بادر في وثيقة الاستقلال ومطلب الاستقلال بشكل قطعي وشكل منعطف تاريخي وبدون شروط هو المغفور له المرحوم جلالة السلطان الملك محمد الخامس. هذه حقيقة للتاريخ. سنذكر لماذا لم يريد أن يظهر على السطح، وسنذكر أن الدور اللي كان ديال حزب الاستقلال دوره كان محدودا في التنفيذ، في الأجرأة، في إخراج البيان فقط، لأن المرحوم محمد الخامس حدد المبدأ والمعنى ديالو والمضمون ديالو والمقتضيات ديالو والخلفية ديالو والأبعاد ديالو، وساهم في الصياغة ووضع ميثاق لذلك كان سريا مع مجموعة محدودة من الحركة الوطنية، وحدد اليوم الذي كان هو يوم الثلاثاء وسنذكر لماذا والتاريخ، وحدد حتى الساعة 9 صباحا لماذا، وحدد وأعطى الأسبقية لمطلب الاستقلال على مطلب الديمقراطية. فنسج كل شيء ولم يترك شيئا صغيرا للصدفة، وهذه هي الأهمية. هادشي ما سمعناش وما قريناش، جات الفرصة اليوم باش أننا نذكروه ونعطيوه بالمراجع، بالأقوال ديال رجالات المرحلة، من الحركة الوطنية، من حزب الاستقلال نفسه، من كل أفراد ورموز الحركة الوطنية، كذلك من الباحثين ومن المفكرين ومن المؤرخين فيما بعد. سنذكرهم واحدة إذا ما أردتم ذلك بمقولاتهم كي نصحح ونثبت هذه النقطة. وحتى هذا ليس ميلا للمرحوم محمد الخامس أو للملكية أو هذا بعيد عن هذا الاعتبار، إنما الحقيقة للتاريخ لابد أن يصحح تاريخنا الذي درسناه وكثير منه خاطئ في المدرسة للأسف الشديد، حتى وإن كان تاريخا رسميا. إذن سنحاول كي تتضح هذه الرؤية أن نربط الحاضر بالماضي ونلقي إطلالة للماضي، تصحيحا للتاريخ، إفادة لطلبتنا، لشباب المغرب اليوم، للرأي العام المغربي، وكذلك بلورة لمفهوم تشاركي الحال الحالي الذي ساد في تلك المرحلة بين الملك والحركة الوطنية، وكذلك لمفهوم الإجماع الذي يستثمره المغرب دائما وتستثمره المؤسسة الملكية والأحزاب في المنهجية السياسية ديالها ولا نعرف له خلفية، كذلك لفهم فحوى ومضمون الخطابات الملكية حين تعود بنا إلى هذه اللحظات التاريخية ونحتفل بها، ولكن دون أن نعلم حقيقة ما جرى وكيف تمت بلورة وصياغة هذه الأمور وهذا الميثاق الوطيد ما بين الملكية وبين الحركة الوطنية، لا نعرفها. اليوم إذا سمحتم سنعطي معطيات بتفصيل، بدقة، بمنهجية، بمرجعيات، بأسماء بارزة من أجل أن نصحح هذه الأمور. سنعود إن شاء الله لموضوع التنسيقيات والتعليم والانفراج إذا كان كذلك، ولكن اليوم هذه محطة تاريخية ديالنا كتهم جميع المغاربة، كتهمنا في بلادنا في مرحلة تأسيسية جديدة للمغرب الحديث وبشكل نضالي وبشكل ديال الجهاد الأصغر لابد أن نتطرق لها. إذا سنعود اليوم لتركيب الأدبيات، كل الأدبيات والأفكار والأقوال والأحداث التي مرت من أجل بلورة وبناء هذه الحقيقة وإبراز هذه الحقيقة التاريخية، كذلك من خلال استنتاجات مفيدة للغاية لمعرفة تاريخنا بعيدا عن القراءات المتسرعة أو التعليقات الصحفية التي لا تسبر الأغوار، بكل احترام للصحافة والإعلام ولما تقدموه حسب منهجيتها وحسب أسسها. لهذا
وجب أن يكون بالنسبة للمتتبعين، ونتمنى أن يكون تتبع بكثافة، لأن مسألة كتهم المغاربة في معرفة محطة تاريخية من التاريخ ديالهم، والتي تم تأسيس عليها فيما بعد المغرب ما بعد الاستقلال، سواء كان استقلال كامل أم ناقص، سواء كان استقلال شكلي، سواء كان استقلال بكل ما تريد أن تقوله. على العموم كانت هذه المرحلة هذه بهذا. إذا خص يكون عندنا النفس الطويل والصبر للتتبع حتى النهاية. وغادي غادي نقترح عليكم، الله يجازيكم بخير إلا بغيتوا، أنه واش أنني ندير تركيب مختصر للمعطيات دون الوقوف عند التفاصيل، ودون الوقوف عند أهم ما قاله رجالات المرحلة والمؤرخون والمفكرون والباحثون في هذا الموضوع، وبالتالي نختصر الموضوع في حلقة، أو أنني ونبغي تجاوبوني الآن، أو أنني نحاولوا أننا ناخذ الوقت ديالنا ونمشيو خطوة خطوة ونجعلوه حلقة مرجعية، أو حلقات 2 أو 3 مرجعية للتاريخ، أولا للطلبة، للشباب، للرأي العام، للأحزاب نفسها، الناس اللي ما مكونينش وما عارفينش وما عطهمش المعطيات أو ما عندهمش الوقت للدراسة، أو غير كيسمعوا، وتبقى وثيقة للتاريخ تاع الباحثين، للطلبة الدكاترة إلى آخره، وتكون شهادة تاريخية من خلال شهادات تاريخية. إذا نتمنى سي عزيز قال مختصر، نشوفوا الإخوان شنو غادي يقولوا. أنا كنفضل، واسمحوا لي هذا ماشي توجيه، تنفضل أنه ما كنتسرعوش، تكون حصة 2 ولا 3 الحصص أو حصة ونمشيو باش تبان الحقيقة هذه. خص المغاربة تاريخنا خص تعرف هذه الحقيقة هذه، وتبقى أنها مرجعية للطلبة والدكاترة والرأي العام والصحافة كذلك، اللي كيدوزو كوكوط مينوت في هذه المحطة، حتى يجيو في التلفازات ولا في إذاعات ولا في قنوات وبشكل سريع وكنهضروا عليها بشكل احتفائي، ولكن ما كنعرفوش ماذا صنع علاقة الحركة الوطنية بالملك، علاقة الملك بالحركة الوطنية آنذاك وبالاستعمار وبالشعب. إذا نتمنى، شكرا ماري كتقول كلنا أذان صاغية، نتمنى تعطيوني، أنا كنقرا وكنتبع دابا 2 أو قالوا مختصر، 4 أو 5 قالوا حلقات مرجعية، كلما تعمقنا أحسن. شكرا لكم على التفاعل. لأن كاين حتى الناس اليوم ما كيعرفوش شنو هي الشروط ديال الحماية، وثيقة الحماية ما كيعرفوش النقاط ديالها، 11 نقطة ما كيعرفوهاش. نعم، راه الحركة الوطنية في الشمال غادي نذكروا التاريخ ديالها 2 المرات اللي ذكرت هذه النقطة هذه، وعلاش ذكرتها وكيفاش ذكرتها والسياق فاش ذكرتها. كذلك حتى قدماء تلاميذ مولاي إدريس بفاس أنهم كانوا سباقين في مرحلة معينة وذكروا هذه النقطة وكيفاش ذكروها وعلاش ذكروها. إذا مجموعة كاع الإشارات غادي نديروها، وأنه غادي يكون الإنسان يخرج غادي يفهم هذا تاريخه، غادي نرفعوا اللبس والغموض على الأمور، وما غاديش يطلب منا كثير. نعم، إذا الإخوان كيطلبوا التفصيل، التعمق، وحلقة بحلقة. بعض اللي قال مختصر، وأسمح وأعتذر للإخوان اللي قالوا الاختصار. فإذا غادي نمشيو في إطار حلقات تفصيلية، وتنتمنى أن هذا غادي نخرجوا في كتيب صغيور، أو على الأقل اللي تنشر لهذا هو سبق تنشر سابقا في جريدة ديال الحدث اللي ما بقاتش، ولكن لم يحظى لأن جريدة الحدث ما كتوزعش آنذاك بشكل كبير وجديدة وما معروفاش عند المغاربة. ف تنشر، ربما نجدد النشر ديالو في جريدة ولا في موقع ولا في منبر يكون يروج بشكل كبير وتجديد المعرفة.
اذا نمشيو خطوه بخطوه الى سمحتوا. واليوم غادي نهضروا على ما قبل مطلب الاستقلال، المرحله اللي جات قبل مطلب الاستقلال كيفاش كانت. اذا اليوم الذكرى 80 الاحتفال المغرب بالاستقلال. تنعرفوا ان الحمايه دخلت للمغرب في 1912، وقبل كان اتفاق الجزيرة الخضراء في 1906 اللي مهد الحماية، والنقط ديالو كلها متضمنة في النقاط ديال الحماية. الحركة ديال المقاومة الوطنية ديال المغرب اختارت أن في المواجهة ديالها للحماية الإصلاح السلمي عوض المقاومة والمواجهة المسلحة. هذه نقطة نركزوا عليها باش نعرفوا الخصوصية والهوية ديال الحركة الوطنية المغربية والمقاومة المغربية كانت سلمية، وهذا الجانب السلمي تحكمت فيه شروط كثيرة. ما كانش مقاومة مسلحة منذ البداية. غادي نهضروا اللهم كانت الخصوصية نسبية. المرحوم عبد الكريم الخطابي في العلاقة ديالو في الشمال مع إسبانيا، وكان عنده تصور آخر هو، ولكن ما كانش الحركة الوطنية كتشاركو في المنهجية ديالو ديال الكفاح المسلح. هذا الأسلوب السلمي كان سلبيا في التعاطي مع الحماية، ما كانش إيجابي، لأن استغلت سلطات الحماية وبقات مستمرة كتسيطر وكتهيمن على المغرب، وكتحتل وكتوسع في الاحتلال حتى دخلات في المغرب العميق، في الجبال كلها من السهول والجبال، وخذت الأراضي الجيدة والمناطق الجيدة والشواطئ، ودخلت حتى للجبال. إذن من حيث الاعتراف بها كانت أنها تتعامل بشكل سلبي، لأن تعاملات من داخل بنود الحماية واعترفت بالتالي بالحماية، وهذا خطأ تاريخي ليس ضعفا أو عدم فهم من الحركة الوطنية، ولكن هي اختارت المنهج السلمي في التعامل وتمشي خطوة بخطوة ومرحلة بمرحلة حسب تصورها. غنذكروا هذا. كانت تقوم إذن الحركة الوطنية ليس المواجهة المسلحة والمقاومة فاش كنعرفوا المقاومة ديال الحماية ومؤسسات الحماية وأجهزة الحماية، كانت تقوم بردود فعل كتراقب فقط، تراقب عدم تجاوز المستعمر فرنسا لبنود اتفاقيات الحماية. إذن المبدأ والأساس ديال المقاومة المغربية في بعدها السلمي كانت غير كتراقب الحماية في البنود ديال الاتفاقية باش تطبق بشكل إيجابي مثل المغاربة مثل الأجانب، وعدم المس بالهوية والوحدة المغربيتين، الإسلام والمغرب الموحد. ما غاديش يكون مغرب العرب ومغرب الأمازيغ أو البربر وما إلى ذلك اللي تعرف مع الظاهر البربري فيما بعد. علاش غادي يتسألوا الناس علاش الحركة الوطنية نهجت هذا النهج السلمي واللي اعتبرناه سلبي؟ لأنه اكتفى فقط بمراقبة تطبيق سلطات الحماية لبنود الاتفاقية. وغادي نشيروا البنود ديال الاتفاقية. أولا الطبيعة ديال الحركة الوطنية طبيعة نخبوية برجوازية. إذا مصالحها ما كانش باغا تفرط في المصالح ديالها أو تغامر بالمصالح ديالها، وبالتالي لأن كانت حتى هي إلى جانب السلطان آنذاك، كتشتغل إلى جانب السلطان وعندها مصالح وعندها منافع، واللي غادي نهضروا المعامل ولا الأراضي الشاسعة اللي كانت في هاد الفئة هادي، واللي استفدت منها من بعد ما جلا المعمر المستعمر، جا المغاربة من الأراضي ديالهم، أو المغاربة اللي واجهوا المستعمر تركوا الأراضي الصالحة للزراعة وطلعوا للجبل في ظروف ديال المقاومة. كذلك المرجعية السلفية
ديال الحركة الوطنية لأنها السلم والمقاومة السلمية والتدرج والمراحل. كذلك عدم تجاوز مشروعية السلطان، لأن بنود ديال المقاومة فيها هناك معطيات للسلطان لا يمكن تجاوزها. هذه ثلاثة النقط تبرر لماذا الحركة الوطنية ما نهجتش نهج المقاومة المسلحة ونهجت نهج المقاومة السلمية، واللي كانت سلبية واللي مقتصرة غير في مراقبة الاتفاقية ديال الحماية. لهذا ما عطاتش الحركة الوطنية أهمية وقيمة لمضمون الاستقلال. وحتى فاش تأسس حزب الاستقلال وترفع شعار الاستقلال ما كانش عنده معنى محدد اللي هو خروج الاستعمار والانفصال عنه، وغادي نبينوا هذا بالكلام موثق من طرف الناس ديال حزب الاستقلال نفسهم، ماشي ما نقوله تجني الآن، لا، الحقائق التاريخية اللي خص تبرز وتعطى للمغاربة. إذن علما هادشي كله علما أن معاهدة الحماية الموقعة بفاس يوم 30 مارس 1912 معاهدة وقعت في 30 مارس 1912، ولهذا المغرب أنه كان كيحتفل بثلاثة مارس بعيد العرش، وكان 2 مارس عندها كذلك علاقة بهذه المناسبات. توقعت بين ممثل الجمهورية الفرنسية رينيو والسلطان مولاي عبد الحفيظ. من بين النقط ونذكروها باش تبقى مؤرخة ويعرفوا الناس يرجعوا لها، الصلاحيات اللي كانت عند السلطان والصلاحيات اللي كانت عند إدارة الحماية، وبالتالي اللي قلنا المقاومة أو الحركة الوطنية ما بغاتش تخل بالشرعية ديال السلطان وتجاوزها هذه الحسابات. من بين النقاط 11 النقاط ديال معاهدة الحماية، إنشاء نظام في المغرب يسمح، وهذه النقط ديالها غادي نتليوها باش تكون معروفة، إنشاء نظام في المغرب يسمح بإدخال إصلاحات إدارية وقضائية وتعليمية واقتصادية ومالية وعسكرية حسب رغبة الحكومة الفرنسية. سطروا على هذا، حسب رغبة الحكومة الفرنسية. إذن الحماية اللي جات أنها باش تحدث المغرب وتعصرن المغرب وتطور المغرب بين قوسين حسب الإرادة ديال الفرنسيين والرغبة الفرنسيين، وهذا بطبيعة الحال، وهذه أول نقطة وهي الهدف الأسمى والأولوية، راه غتكون ضد المغاربة، استقلال المغرب والهوية ديال المغرب والهوية الدينية ديال المغرب والهوية الاجتماعية ديال المغرب إلى آخره. لأن كنعرفوا الاستعمار ما كيجيش من أجل مصلحتك، كيجي من أجل مصلحته. النقطة الثانية، حرص النظام الجديد على حفظ الدين اللي هو نظام الحماية، على حفظ الدين وحرمة السلطان ومكانته وصيانة المؤسسات الإسلامية، بالإضافة إلى إصلاح نظام المخزن. النقطة الثانية، حرص النظام الحماية على حفظ الدين وحرمة السلطان. 3، بداية الحكومة الفرنسية في الاحتلال، وهذه خطيرة جدا، بداية الحكومة الفرنسية في الاحتلال العسكري. هنا الحكومة الفرنسية، قبيلة حرص النظام، دابا الحكومة الفرنسية في الاحتلال العسكري لكل المواقع التي تراها ضرورية لحفظ الأمن وتأمين المعاملات التجارية مع مراقبة الشواطئ المغربية. هذه نقطة أخطر ما كاين، هي نقطة ديال الاستعمار ماشي الحماية. 4، التزام الحكومة الفرنسية بتأييد السلطان ضد كل خطر يهدد شخصه أو العرش ديالو أو يقلق راحته، وبضمان نفس التأييد لوارث العرش ولتابعيه من بعده. إذن الحماية حاولت أنها باش تأمن وتطمئن السلطان وورثة العرش من بعد منه على العرش، وبالتالي تصرف في المغرب كيف ما بغات. 5، إعطاء السلطان أوامره لبداية العمل
بكل مقتضيات نظام الحماية. إعطاء السلطة الأوامر ديالو هو غادي يعطي الضوء الأخضر باش تبدا الحماية من النقاط ديالها طبقا لاقتراح الحكومة الفرنسية. 6. تمثيل الحكومة الفرنسية لدى السلطان بواسطة مندوب. إذا الكيفية والإجراءات ديال الأدوات اللي غتخدم بهم الحكومة الفرنسية وسلطات الحماية والاستعمار بواسطة مندوب هو مقيم عام حامل لكل التفويضات الجمهورية في المغرب وصاهر على تنفيذ هذه الاتفاقات. 6. اعتبار المندوب العام هو الوسيط الوحيد بين السلطان والنواب الأجانب وبينهم وبين الحكومة المغربية مع الاطلاع بقضايا الأجانب في المملكة المغربية. 8. المصادقة على كل الأوامر الصادرة عن السلطان والإذن بنشرها باسم الحكومة الفرنسية، تنشر باسم الحكومة الفرنسية وليس باسم السلطان. 9. تكليف الدبلوماسيين الفرنسيين بتمثيل المغرب وحماية رعاياه ومصالحه في الخارج. إذا حتى المغرب الداخل وخارج أنه ما عنده الصلاحية، السيادة ديالو انتهت، وبالتالي السلطان شكلي ما عنده حتى حاجة. حتى في الحماية ديال الرعاية داروا بمعنى التكفل بالرعاية ديال السلطان حتى في الخارج، والمصالح ديالو معنى استحوذوا على حتى كل حاجة اللي كاينة في المغرب برا وهما اللي كيتصرفوا. 10. تعهد السلطان بأن لا يعقد أي عقد دولي دون رضا الحكومة الفرنسية، السيادة ما كايناش، انتهت. 11. امتناع السلطان عن عقد أي سلف عمومي أو خصوصي أو منح أي امتياز دون ترخيص من الحكومة الفرنسية، بمعنى ما يدير حتى حاجة مع شي دولة أجنبية أخرى. هذه هي النقاط ديال عقد الحماية، وهي نقاط استعمارية مجحفة في حق المغرب، حيدت له السيادة ديالو والسلطات ديالو داخليا وخارجيا، تجاوزت الحماية إلى الاستعمار. لأن النقطة اللي تتقول أنه غادي يمشيو لأي مكان أرادوه في المغرب وياخذوه من البحر للبحر، من البر للبحر، هذا استعمار، ماشي حتى مفهوم الحماية. إذن ولا النظام حسب هاد النقاط 11 نظام استعماري له صلاحيات التصرف المطلق في المغرب وشؤونه داخليا وخارجيا. هذه الخلاصة الأولى. هذا أفقد المغرب سيادته، ما بقاتش عند المغرب السيادة، والبلد بدون سيادة ما كيسوى والو، لا هو لا شعبه لا أرضه لا سلطانه لا مالكه لا مسؤوليه لا المخزن ديالو لا حتى حد. الاستعمار هو اللي كاين. هذا كرس ورسخ السيطرة والهيمنة ديال الحكم مباشر، ماشي حماية، حكم مباشر كيخدم المصلحة ديال المستعمر والسيطرة المطلقة على الأجهزة والمؤسسات السلطانية. إذن هاد الخلاصات هادي واش أمام هذا الوضع كان المقاومة، الحركة الوطنية المغربية المقاومة غادي تبقى غادا تتبنى المقاومة السلمية، وغادي تبقى في حدود الدفاع عن نقاط ديال الحماية، عقد الحماية، وتراقب وتطلب من فرنسا التنفيذ ديالها على المغاربة كما الأجانب. هذا خطأ جسيم قاتل تاريخي في الحركة الوطنية. هذا ليس نقدا، هذا تصريحا بما هو واقع وحقيقة. وقلنا لماذا؟ لأن هي نخبوية برجوازية، هي اللي كانت كتملك أشياء كثيرة وكتصرف فيها،
وعندها الأعيان وعندها الأراضي وعندها بشكل فيوضالي وعندها الأرستقراطية وعندها اللي بغيتي من الكومبرادور والملاكين الكبار واللي بغيتي. الجهاز المركزي الفرنسي المغربي بشقيه العسكري والمدني اللي غادي يولي جهاز يدبر هاد الاتفاقية كان كيتمثل في واحد السلطان والحكومة ديالو بشكل صوري غير محطوطين برئاسة الصدر الأعظم اللي كنا كنسمعوا الصدر الأعظم في المغرب ما شنو كيدير، مقابل الإقامة العامة المكلفة داخليا وخارجيا بكل شيء. الإقامة العامة كانت مكلفة بكل شيء، السلطان والمجموعة غير صوريين، كانت مكلفة بالأمن، بالمالية، بالجمارك، بالأشغال العمومية، بالمعادن، بالصحة، بالشغل، بالشؤون الاجتماعية ومختلف الإدارات. إذا ما خلات حتى حاجة. الحماية غادي تطالب، المقاومة غتبدا تطالب غير أنه سلطات الحماية تكون تعامل بشكل إيجابي مع المغاربة في ظل هذا الوضع. كان هناك مستشار الحكومة وهو رئيس إدارة الأمور الشريفة والوصي على الجهاز السلطاني، هذه الأدوات الأجهزة اللي كتخدم. 3 كان مجلس الشورى ديال الحكومة ديك الساعة بجوج الأقسام ديالو، القسم الفرنسي والقسم المغربي السوري، واخا دايرين مجلس مختلط ولكن اللي كيحكم الحقيقي والمهمين والقوي والمبادر هو القسم الفرنسي والفرنسيين، والقسم المغربي غير سوري وشكلي. كيتكون القسم الفرنسي من رؤساء الفرق الفلاحية. شوف، رؤساء الفرق الفلاحية لأن المغرب بلد فلاحي وكان فيه الأراضي والخيرات الفلاحية، والنواب ديالهم، ورؤساء الغرف التجارية والصناعية والنواب ديالهم. وتا هادشي راه مجال سائد منه شي شوية دابا. رؤساء الغرف الفلاحية والتجارية وهذا في المغرب راه كيديروا ما بغاو، المغرب النافع، بالإضافة إلى ممثلين عن العمال والموظفين الفرنسيين. وهذا القسم كان ينتخب من طرف الفرنسيين الأجانب، وهذه النقطة مهمة، في حين أن القسم الجزء اللي مخول من المغاربة لم يكن ينتخب، كان يعين. ربما حد غادي يقول أن شروط الانتخاب غير متوفرة في ظل الاستعمار، وأي حقيقة وأي قيمة للانتخاب في ظل الاستعمار، عنده الصح. ويتكون القسم المغربي من الملاكين الكبار، هي تسجل الملاكين الكبار. واش بغيتي الملاكين الكبار غادي يمشيو للاستقلال، يطالبوا بالاستقلال. والتجار والمستثمرين والأعيان، هادو هما اللي كانوا في القسم المغربي إلى جانب السلطات الفرنسية. إذا حتى هما عندهم شي شوية ديال المصلحة، ولا مصلحة باينة وكبيرة، وما يمكنش أنهم يستعجلوا الاستقلال أو يطالبوا بالاستقلال، لأنهم مستفدين. لا فاش نبداو نهضروا على الحركة الوطنية وتنهضروا على هذا، وهذا الشيء نتاع الأعيان راه جا من ديك الساعة، والبوفوار والسلطة اللي عندهم راه جا من داك الوقت، باش نعرفوا الخلفيات التاريخية ديال البناء المغربي كيفاش كان ولا زال مستمر. هذا ما جعل الحركة الوطنية حركة مطلبية إصلاحية. الحركة الوطنية هاد الأمور هي اللي جعلتها تبقى وتظل في حدود وما تتجاوزش حركة مطلبية إصلاحية، لا تتجاوز مطالب إصلاحية جزئية بسيطة حسب تعهد المستعمر في بنود الحماية، غير هذه كافية.
كانت برامج العمل إذا ديال الحركة الوطنية بين قوسين مفهوم المقاومة كتهدف إلى تحسين فقط، ماشي التحرير والتحرر من المستعمر، تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة. كاين اللي غادي يقولوا وديو في ظل الاستعمار والقوة الاستعمارية، هذا راه عمل كبير وكبير بزاف وما يمكنش أنه نقللوا منه. صحيح، ولكن عمل غير كافي بالنسبة للنفسية والقيمة الاعتبارية التاريخية للمغاربة. المغاربة أشاوس، المغاربة مقاومين حقيقيين، المغاربة عبر التاريخ قاوموا الأجنبي. تتهضر على معركة الزلاقة في القصر الكبير، 3 ديال الملوك وانتصارات كبيرة، المغرب وصل للأندلس. إذا التاريخ ديالنا ماشي تاريخ جديد أننا ما قاومناش ولا ما كايناش. المغاربة حرروا فلسطين باب المغاربة ونرجعوا نذكروها، والسفن اللي تجهزات واللي لهذا ومعروفين. فهاد الخلفية التاريخية ديال البطولة د المغاربة ما استثمراتهاش الحركة الوطنية. الإنجازات التاريخية د المغاربة في مختلف البلدان والقارات ما استثمرتهاش الحركة الوطنية كما يجب وكما ينبغي، اعتبارا لخدمة مصالحها. إذا كان العمل هو تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة وكفالة الحقوق السياسية والنقابية والدينية إسوة بحقوق الأجانب. هذا الحدود دائما خصنا عطيونا الحدود. محمد بوستة رجل مكافح مناضل طيب، رجل محترم كيف ما بغى يكون، لأن الشخصيات ما غاديش أولا ما كنشخصوش وما نذكروهاش بشي سوء. شخصية متزنة ورجل له مكانته في التاريخ ديال المغرب. هنا إذا غادي ندخلوا أين يتمثل التجسيد ديال الحركة الوطنية في المقاومة من خلال المطالب الإصلاحية فقط. غادي نذكروا المطالب ديال 1934 والمطالب الاستعجالية ديال 1937 باش نبينوا الفشل ديال الحركة الوطنية اللي هي كتقولوا كتنطقوا كدونوا راسها، واللي كانت كتقول كتفهم المستعمر والعقلية ديالو، وتبين لها من بعد المطالب ديال 1934 والمطالب ديال 1937 انها ما كتفهم والو في العقلية الفرنسية. وهذا باعتراف وتدوين وغادي نتليوه ديال المرحوم علال الفاسي نفسه. وبالتالي رغم ذلك ما تجاوزاتش، ترفضوا المطالب د 34 وترفضوا المطالب الاستعجاليه د 37 وما وصلاتش لمستوى انها ترفع مطلب الاستقلال وتقطع معاه الفرنسيين، حتى غادي يجي المرحوم السلطان محمد الخامس هو اللي غادي يبادر. وغادي نذكروا الحيثيات كلها كذلك اللي طرات على لسان ديال المرحوم علال الفاسي ورجال تلك المرحله وهم كثر. المطالب الاصلاحيه كانت قسمان وتمثلات في 2 المرحلات، كلهم غادي يترفضوا كلهم غادي يفشلوا. مطالب 1934 ومطالب 1936 37 مطالب استعجاليه. بالنسبه للمطالب 1934 وشملت المجالات التاليه، غنذكرها بسرعه، كل مجال فيه نقاط عريضه وشاسعه وتفصيلات. غنذكروا حنا العناصر الاساسيه ديالها: الاداره، الحريات، الشخصية العامة، الجنسية المغربية والحالة المدنية، القضاء، الشؤون الاجتماعية، الأحباس الإسلامية، الصحة والإسعاف، الشغل، الاقتصاد، الفلاحة، العقار، الضريبة، التبشير، اللغة العربية، العالم والأعياد. هذه هي النقاط مكونات ديال المحاور الأساسية ديال المطالب ديال 1934. هاد المطالب، الهدف من هاد المطالب كان هو الدفاع عن حقوق المغاربة ومساواتهم بالأجانب بناء على روح القانون الدولي وعلى قاعدة مضمون معاهدة الحماية 1912 خاصة.
إذا ما كانش مقاومة كفاح مسلح من أجل إجلاء المستعمر. من 1912 حتى ل 1934، وهي زمن طويل أكثر من 20 سنة، ما بلوراتش المقاومة في المغرب، الحركة الوطنية، مقاومة مسلحة. وهذا مشكل كبير، باستثناء ما كان يحدث في المنطقة ديال الشمال من خلال عبد الكريم الخطابي اللي تبنى الكفاح المسلح، واللي عطى دروس تلو الدروس الإسبانية، واللي واجهها بوحدو. فخلاصة هاد النقاط الأولى، هاد الطريقة ديال المقاومة ديال الحركة الوطنية اعتبرت أعظم واجب، شوف ماذا يقال، أعظم واجب مفروض على المستعمر، وهو الامتثال لنصوص المعاهدة. هذه تسجل، أعظم، هذا على لسان الحركة الوطنية، أعظم واجب مفروض على المستعمر هو الامتثال لنصوص المعاهدة، ماشي يخرج في حاله يمشي في حاله، الامتثال لنصوص المعاهدة وتنفيذ التزاماتها تنفيذا كليا حسب تصدير المطالب. هذه المسألة جات في التصدير ديال المطالب اللي ذكرنا 1934. النقطة ديال التصدير سميها ديباجات مقدمة ديال المطالب، تتقول أعظم واجب مفروض على المستعمر هو الامتثال لنصوص الحماية. إذا خصو يطبق نصوص الحماية، ونصوص الحماية هو يمشي يستعمر المغرب كامل، لأن من بين النقط ديالو البنود ديالو هو أنه يأخذ حريته في الاستعمار، يمشي فين ما كان، والتنفيذ التزامات تنفيذ كلي. إذن حدود دور الحركة الوطنية كان هو مراقبة نقدية للمستعمر، وكان كذلك هو تنبيه الفرنسيين، سلطات الاستعمار والحكومة الفرنسية، لكل التجاوزات نحو الحكم المباشر. وراد حكم مباشر، كان غير التنبيه، المراقبة والتنبيه، ما كانش كفاح مسلح. كان كذلك نقطة ديال التقريب بين المصلحة المغربية والمصالح الفرنسية، ديما محاولات انتزاع بعض الحقوق للمغاربة من خلال كونها مجاورة للحقوق ديال المصالح الفرنسية. كان كذلك هذا نتيجة ديال تكريس الوعي الاعتدالي باسم الواقعية. هذا الشيء كانت كديروا الحركة الوطنية باسم ما يسمى الاعتدال، باسم الواقعية، باسم حسن النية، باسم الصداقة المغربية الفرنسية. هذه هي الفلسفة والوعي ديال الحركة الوطنية. ما نقوله مسجل ومدون، حتى كلمة ما من عندنا. ورغم ذلك 1934 المعمر رفض كليا هاد المطالب، وهي غير خفيفة وسطحية وعادية، وهذا درس للحركة الوطنية. من بعد الرفض المعمر باش يربح الوقت، ورفض حتى الحد الأدنى، استفز الحركة الوطنية بأنهم ما عندهمش مشروع، وبغى يشوف شنو عندهم، فين ممكن يوصلوا، تيجس النبض فين ممكن يوصلوا. ناضو داروا في 1936 37 المطالب المستعجلة، ما سمي بالمطالب المستعجلة لأنها عندها ضرورة ومستعجلة. إذن بعد رفض المطالب ديال الشعب المغربي، بادرت الحركة الوطنية مجددا إلى صياغة مطالب جديدة، واعتبرتها ضرورية ومستعجلة سنة 36 37. هاد المطالب المستعجلة شملت محاور ديالها: الحريات والتعليم والقضاء والفلاحة
والشغل والضريبة والصحة. وسميت مستعجلة لأنها حيدات من المطالب ديال 1934 كل ما يمس بالحكم المباشر الفرنسي للمغرب، كل ما له طبيعة السلطة السياسية، وهذا خطير جدا في التراجع. فكان تراجع كبير، والنقط ديال التراجع هي أن الحركة الوطنية ألغات كل ما له علاقة بنظام الحكم والأجهزة الإدارية والمؤسسات التمثيلية ومشاركة المغاربة فيها. هادشي كله حيداته وفيه تراجع، واكتفت بمطالب كتلتمس فيها ترشيد سياسة الإقامة العامة. الحركة الوطنية فاش قلنا مطلبية وسلمية، أنها تطلب فقط ترشيد سياسة الإقامة العامة. واش كاين شي مستعمر مع الترشيد؟ نطلبوا منه الترشيد؟ هو دا الأخضر واليابس، الجو والبر والبحر، الأراضي الخيرات ديال الأراضي وزعهم، جاب الشمكارة ديال أوروبا وفرنسا ووزعهم عليهم ولاو هما تيحكموا في المغرب. كانوا غير تينعسوا غير في الزناقي، لأن راه الفرنسيين اللي لاباس عليهم راه ما بغاوش يجيو للمغرب وما جاوش للمغرب، راهم جاو غير دوك الشمكارة د فرنسا وديال أوروبا، واللي خلصات عليهم ما لقاو حتى باش يجيو، وخلصات عليهم فرنسا باش يجيو. وجاو كذلك الشمكارة من الجزائر، لأن الجزائر استعمرت من قبل وكانوا فيها تماك. والطريقة اللي باش استعمرت فرنسا الجزائر وعمرتها، فهي نفسها اللي استعملت مع المغرب، باش الناس يكونوا يعرفوا شوية بعض المعطيات. واحد كان كينعس في الزرقاء في فرنسا، جا ولا عنده آلاف الهكتارات في المغرب. شوف فين ولينا. إذن خاب ظن النتيجة، خاب ظن الحركة الوطنية مرة أخرى، لأن المطالب رفضت، حتى ولو مطالب غير اجتماعية بسيطة عادية وغير الترشيد، وما فيهاش نظام الحكم ولا الأجهزة ولا المؤسسات الفرنسية ولا المطالبة بمشاركة المغاربة، ترفضت. أكثر من هذا، المستعمر شن حملة ديال القمع على الحركة الوطنية وبدا تينفي الرموز ديالها. كنعرفوا النفي ديال المرحوم علال الفاسي. هذا الجواب حتى في أضعف الإيمان. أشنو جرى؟ النتيجة شنو كانت؟ هي انكماش الحركة الوطنية طيلة الفترة بين 1937 ومطلع الأربعينيات، انكمشت، ما بقاتش حتى لما بقى عندها لا صوت لا صورة، ما بقاتش في الحركية ديالها ولو الحد الأدنى. رغم أن المغرب على المستوى الشعبي كان يفور من أجل الاستقلال، وما ترجماتوش الحركة الوطنية في أرض الواقع في المطالب ولا في حركة مقاومة ولا مسلحة ضد المستعمر. وكنعرفوا الاستقبال الشعبي اللي دار في فاس للمرحوم محمد الخامس في هذه الفترة. لا يعقل غادي يكون استقبال شعبي للملك وغادي تكون واحد الحركة شعبية كبيرة والحركة الوطنية ما تجسدهاش. كان تناقض في هذه المرحلة هذه. ثم النتيجة أن تمزقات وانقسمت الحركة الوطنية، كتلة العمل الوطني إلى الحزب الوطني والحركة الوطنية، تقسمات الجوج، الحزب الوطني والحركة الوطنية، وهذا عامل سلبي في هذه المرحلة الحساسة، لأن الحرب العالمية الثانية على الأبواب. وحنا بهذا العمل اللي تنقوموا تنقولوه دابا ليس للطعن،
فقط باش كنمهدوا الطريق نحو شكون اللي رفع مطلب الاستقلال في 1944. لحد الساعة احنا في نهاية 39 37 وحنا وصلنا لنهاية 39 مازال ما كاينش رفع مطلب الاستقلال من طرف الحركة الوطنية ولا حزب استقلال، حتى ولو بتسمية حزب استقلال ما تحطاتش المعنى، غير السمية وانتهى. وغادي نوصلوا بتدرج حتى الأربعينيات ومازال ما كاينش الحركة الوطنية، ورغم أنها جوج المرات كترفض لها المطالب والرموز كيتنفاو والقمع والانقسام، أن ما رفعتش مطلب الاستقلال. والظروف الدولية بدات تتفور إيجابية وكتغلي على المستوى المدخل الحرب العالمية الثانية، وما كانش مطلب الاستقلال. كيقول الوزاني المرحوم الوزاني في المذكرات ديالو حياة وجهاد في الجزء 4 صفحة 282: تلك هي المطالب المعتدلة التي إن دلت على شيء فإنما تدل على أنها لم تكن في حد ذاتها ثورية، ما كانش ثورية. ها واحد يتكلم جزء من الحركة وعلى رأس الحركة ومن الناس اللي هزوا السلاح في مرحلة أخرى فيما بعد، من بعد ما ترفع مطلب الاستقلال، بل ولا متطرفة، ما كانش حتى متطرفة. ويستفاد منها ما سادج مع الرباط السري الضيق من روح الواقعية والاتزان والرضا بالبعض من الكل. إذن هذه فلسفات وعقليات ومنهجيات الحركة الوطنية آنذاك. لقاء سري ضيق كيهضر بالواقعية وبالرضا وبالاتزان وبالرضا ديال البعض من الكل. ومع هذا لم يتحقق منها شيء إطلاقا، لأن سياسة الاستعمار لم تلن. سياسة الاستعمار لم تلن، في حين شكون اللي كان لين هي سياسة الحركة الوطنية، فلم تعتبر بأي تطور. الاستعمار لم يعتبر بأي تطور، وكذلك الحركة الوطنية ما اعتبرتش حتى هي بأي تطور، لأن المطالب 34 ترفضات و37 ترفضات والرموز كيتنفاو والعنف تيتمارس على الحركة القيادة الحركة الوطنية وعلى الشعب المغربي. والحركة الوطنية ما غيراتش من التكتيك ولا الاستراتيجية ولا النهج ولا المنهجية ديالها. إذن في الوقت الذي كانت فيه إذن سلطات الحماية، في الوقت اللي كانت فيه سلطات الحماية كتفرض الأمر الواقع ومزيد من التنازلات وكتعمق في السيطرة والهيمنة ديال الفرنسية في المغرب، لم يكن تكن هناك تتحرك الحركة الوطنية، وتحرك الحركة الوطنية لم يكن يتجاوز ما ترسمه لها الإدارة الفرنسية في إطار بنود الحماية، انطلاقا من قبول التعاطي مع قضايا الاحتلال، انطلاقا من أرضية معاهدة الحماية، وإبعاد مفهوم الاستقلال السياسي من قاموسها. مفهوم الاستقلال السياسي ما كانش وارد عند الحركة الوطنية في القاموس ديالها وفي اللغة ديالها. والسقوط في فخ الإصلاحات، هذه مرحلة من مراحل الحركة الوطنية. يقول علال الفاسي: سياسة المراحل التي ظهر لنا بعد كانوا كيتبعوا سياسة المراحل التدرج، ظهر لنا بعد عقمها وتضييعها للوقت في المطالبة بها. هذا اعتراف، هذا نقد ذاتي، هذا نقد صريح من المرحوم علال الفاسي، وهو رمز أن سياسة المراحل ظهر العقم ديالها وأنها غير تضيع للوقت فاش كيطالبوا بها.
هذا علال الفاسي في الحركات الاستقلالية الصفحة 241 31 عفوا. إذا مطلب الاستقلال الذي هو موضوعنا لم يكن واردا عند الحركة الوطنية. مطلب الاستقلال لم يكن واردا عند الحركة الوطنية رغم استعداد الشعب للتضحية من أجل الاستقلال. لا نقول حركة لا وطنية، لا عفوا، حركة وطنية كانت خاطئة في المنهج ديالها وانطلاقا لاعتبارات المصالح ديالها كيف ما بغى يكون الحال، ان باش تنفى من بلادك وتعيش برا من متغرب، ولا باش تكون انها عايش تحت القمع والسلطات ديال الاستعمار، مسألة ماشي سهلة. فأن مطلب الاستقلال ما كانش وارد عند الحركة الوطنية رغم استعداد الشعب للتضحية، وهذه نقطة مهمة، من أجل الاستقلال، ورغم ظروف الحرب العالمية الثانية اللي ما كانش في صالح فرنسا، وهذا مهم. كيقول علال الفاسي: ومع كل ما كابدته الحركة الوطنية المغربية، ومع كل ما واصلت الإقامة العامة فعله من ظلم وإرهاق، فإن الحزب الوطني أبى إلا أن يعرب مرة أخرى عن حسن نواياه. هذا اعتراف صريح من الرمز. ديما حسن النية والثقة والصداقة والواقعية والعلاقات إلى آخره، رغم العنف والقمع والرفض ديال المطالب. وغادي نعاودها لأن باش يكون لنا ماشي كلامنا ولا نجني على أحد، هذه أمور مدونة للتاريخ، حنا قمنا بمجهودنا الكبير جمعناها مشتتة. ونقولها للزملاء والأصدقاء والصديقات، هاد العرض اللي كنقدم طلبتني الأكاديمية ديال المملكة المغربية والرسالة ها هي عندي باش نقدمها في مقر الأكاديمية ديال المملكة، والرسالة هي مؤرخة في الكلية باش نكونوا أنه واضحين. مجهود كبير في الجمع والتجميع والتركيب والقراءة، لأن كاينة أفكار متناثرة هنا وهناك مشتتة وما مبنياش. فأرسل إذن أن يعبر أن الحزب الوطني أن يعبر عن النوايا ديالو، وكيكمل المرحوم علال الفاسي القول ديالو: فأرسل وفدا للمقيم العام يعلن له تضامن الوطنيين المغاربة مع جلالة السلطان في رغبته في عدم وقوع أي شيء يمس بمصلحة النصر في الحرب القائمة. إذن في الحرب العالمية دخلنا الحرب العالمية الثانية وما بغاوش ينغصوا على فرنسا النصر إلى آخره ديالها أو يكونوا جزء من سبب الهزيمة، بل الجيش المغربي مشى وحرر فرنسا وخاض المعارك الكبيرة من أجل تحرير فرنسا. ويتمم ويذكر المقيم العام بضرورة اتخاذ سياسة رشيدة لمصلحة النصر نفسه. علال الفاسي الحركة الاستقلالية صفحة 265. إذن يتهلاو في المغاربة شوية ديال الحريات وديال الحقوق وما إلى ذلك. مطلب الاستقلال إذن وصلنا غطينا واحد المرحلة اللي كانت أساسية في التاريخ ديال الحركة الوطنية، ولا سيما في العقد الرابع من 30 إلى 39 أو 40، اللي تقدمت فيها مطالب واللي كانت فيها بداية الشارع المغربي كيغلي وبداية الحرب العالمية الثانية ودخول فرنسا في الحرب العالمية الثانية، ورفضت المطالب ديال المغرب 34 و 37، والحركة الوطنية مازال كتعامل بحسن النية والصداقة والواقعية مع فرنسا، ومازال كتطلب غير
كتراقبها وكتطلب غير الترشيد وتتضامن معها في الحرب الى اخره. اللي التصور يتفهم. نتمنى الاخوان تكون المتابعه باش نعرف على الاقل الا كاين الاهتمام. وصلنا لمطلب الاستقلال. إذن إلى حدود نهاية 1939 لم تكن الحركة الوطنية تفكر في أي خطوة نحو المطالبة بالاستقلال. لم تكن الحركة الوطنية حتى 1939 ما كانش كتفكر في شي خطوة من الخطوات صغيرة ولا كبيرة نحو المطالبة بالاستقلال، ولا في تغيير أسلوب المقاومة السلمية رغم تغير المعطيات الوطنية والدولية. الوطنية المغاربة باغيين الاستقلال وكيتحركوا شعبيا، ولكن القيادة والحركة اللي كتقود ماشي في نفس الاتجاه. نعم غادي نذكروه. هل الولايات المتحدة الأمريكية أي دور في استقلال المغرب أو في استعماره؟ واش كنا في استقلال المغرب؟ الولايات المتحدة كان لها الفضل الكبير في استقلال المغرب، لأن كان آنذاك هذا تيقولوا المحجوب اليمني يمني. نعم كان عندها دور وغادي نذكروه كبير، لأن كان لقاء الدار البيضاء أنفا، كان فيه لقاء ديال المرحوم محمد الخامس وتشرشل وروزفلت كيفاش تدبير المعركة والحسم ديال المعركة ديال الحرب العالمية الثانية تقرر في المغرب بالطريقة وبالمنهجية، وهذه قيمة كبيرة للمغرب. وكان تصريح ديال الرئيس روزفلت لأنه غادي يعطي الميثاق الأطلسي اللي دار كذلك ما بين أمريكا وإنجلترا، وغادي نشيروا ليه اللي تعطى باش يعطيو حقوق ديال الشعوب اللي تستعمرات بالقوة، وكذلك التعهد والطمأنة ديال الرئيس روزفلت بأنه الشعوب اللي ساهمات في الانتصار أنه كيتعهد باش تاخذ الاستقلال ديالها. وكانت مراسلات ما بين المرحوم محمد الخامس على هذا الأساس مع الرئيس روزفلت آنذاك في رسائل، واللي عبر ليه بأنه تيتشبت باستقلال المغرب، الاستقلال غير بدون شروط. هذه نقاط نذكروها دابا، أنا غير تسرعت وجاوبتك. إذا مطلب الاستقلال أن الناس ما غيراتش الأسلوب المقاومة ديال السلمي رغم تغير المعطيات الوطنية والدولية. شنو هي هذه المعطيات؟ عناصر المعطيات: استعداد الشعب المغربي للتضحية من أجل الاستقلال، وكان هذا واضح. بداية الحرب العالمية الثانية ودخول فرنسا فيها. عدم تلبية فرنسا للحد الأدنى من المطالب المغربية. نفي فرنسا لرموز الحركة الوطنية وقمعها للتحركات والمظاهرات الشعبية. كيقول مصطفى بوعزيز أحد المؤرخين، أستاذ ديال التاريخ الدار البيضاء الكلية ديال عين الشق، وأحد المؤرخين اللي مهتمين بهذه المرحلة، يقول إن النخبة الوطنية لم تحول الفكرة، إذن فكرة الاستقلال، إلى قرار سياسي وإلى ممارسة عملية إلا بعد فترة لا بأس بها رغم تأسيس حزب الاستقلال. المعنى الصريح الآن، رغم أن حزب الاستقلال تأسس وعنده حزب الاستقلال وكلمة استقلال، ولكن المعنى ديالها ما كانش كيتجسد في أرض الواقع على أنه يطلب الاستقلال، وإنما كان كيتجسد فقط في ترشيد بنود الحركة، بنود الحماية، بعض الحقوق الاجتماعية البسيطة للمغاربة. ويضيف سي مصطفى بوعزيز، يضيف: ورغم وثيقة 11 يناير 1944 التي تؤرخ بشكل رسمي لهذا الحدث التاريخي، أي وثيقة الاستقلال اللي كنعيشوا الذكرى ديالها 80 غدا إن شاء الله. إذا رغم الوثيقة اللي كاينه واللي تتأرخ، ما عمر كان أنه كانت ترفع الأمور ديال حزب الاستقلال كان مبني على أساس الاستقلال. هذا النص هذا هو ديال مصطفى بوعزيز من مقدمات عهد المطالبة بالاستقلال، كتاب ديال بيان يناير 1944 صفحة 78.
الشيء نفسه كيأكدو معروف الدفالي، هو أستاذ كان بنفس الكلية في عين الشق، هو صديق ديال السي بوعزيز، وباحث دقيق ورصين ومؤرخ بمنهجية دقيقة وواقعية وموضوعية وصادقة وبدون أي انحياز لأي جهة. فيقول أن يؤكد معروف الدفالي في التساؤلات ديالو، عنده مقال ومساهمات بتساؤلات حول المطالبة بالاستقلال بين الفجائية والانتظار، عنوان مداخلة اللي في نفس المرجع ديال كتاب بيان يناير 1944 في الصفحة من الصفحة 52 حتى 65. هذا هو العنوان ديال المقال ديالو والمساهمة ديالو بمناسبة معينة، تيقول المطالبة بالاستقلال بين الفجائية والانتظار. إذن مطلب الاستقلال كان مفاجئا للجميع، لم يكن واردا بالنسبة لحزب الاستقلال ولا الحركة الوطنية، لأن اللي كان وارد هو الانتظار. الحركة الوطنية كانت تنتظر، ماذا كانت تنتظر؟ الله أعلم، سؤال يطرح، ولكن في الصيغة بين الفجائية، إذن كان مفاجئا. هذا باحث يؤكد، وغادي يقول لي إذن وحزب الاستقلال راه عنده واحد الدور، عنده دور ديال التنفيذ. الملك قرر وبادر واختار ورسم وخطط وهما نفذوا، وغادي نقولوا علاش نفذوا، باش يكون يظهر الاستعمار بأن مطلب الاستقلال ماشي مطلب ديال الملك بشكل فردي، وإنما مطلب شعبي، وكان عمل باش يتحقق عليه الإجماع. غادي نشيروا لهذه النقاط كلها. إذن الأحداث اللي غادي تجي فيما بعد كتنصف السلطان محمد الخامس، مرحوم محمد الخامس، بأنه هو صاحب قرار واختيار ومبادرة ديال الاستقلال، وخلاها في السر وما بغاش يظهر للعلن، وهذه طريقة من العمل. إذن هو العقل، السلطان محمد الخامس هو العقل الذي بادر إلى تكسير سياسة المراحل والاعتدال وحسن النية والواقعية والتعاون مع المستعمر، هرسها وطلب الاستقلال. هو من بادر إلى تأسيس منعطف جديد أسس للقطيعة مع المستعمر. هو من أدار الظهر للازدواجية السياسية مع المستعمر. ما كاين ازدواجية سياسية أنه الحكومة الفرنسية والسلطان والمغرب موجود صوريا وما كيحكمش وسيادته ما كايناش وفرنسا هي اللي كتحكم ومدرقة من موراه، بل بغى نظام مغربي واحد اللي هو يكون فيه السلطان والملكية هي صاحبة القرار، الشأن وصاحبة القرار وصاحبة الاعتبار وصاحبة السيادة داخليا وخارجيا. إذن هذا القرار للسلطان. يقول علال الفاسي قبل نفيه، باش نأكدو، وقصدت أنني نوثق بعلال المرحوم علال الفاسي هذا الكلام باش نديروا الإحالة الأمور، ما يكونش غير كلام في السماء. يقول المرحوم علال الفاسي قبل النفي ديالو: إن السلطان محمد الخامس قال له، السلطان محمد الخامس قال لعلال الفاسي: إن ما ضاع من حقوقنا ناشئ عن عدم معرفة من مضى هم السلاطين السابقين، مولاي حفيظ، مولاي يوسف، من المسؤولين بالأساليب. علاش هو مطلب الاستقلال والأمور كيف؟ بالأساليب التي يجب أن تتبع، طرق اللي خص تتبع من أجل يكون الاستقلال. ومنذ الآن هذا تاريخ، لن يضيع للبلاد حق، هذا قرار ديال السلطان محمد الخامس، بل سأعمل، ما قال سأعمل على استرجاع كل ما ضاع، على استرجاع أولا كل ما ضاع، ماشي الجزء،
ماشي ترشيد المقاومة. كل ما ضاع. إذن عمل جذري وقطعي ونهائي في التعامل مع الأساليب الحركة الوطنية، وغادي يمشي نحو مطلب الاستقلال. هذا كلام قالوا على الفاسي في الكتاب ديالو الحركات الاستقلالية في الصفحة 182. إذن سياق 1930 بكل إحداثه وخصوصا بعد 1937 يؤكد بداية تحرك السلطان على مطلب الاستقلال وبداية خروجه من العزلة والصمت. وهذا الكلام هذا تيقولوا جون واتربوري في الكتاب ديالو لو كوموندور دي كرويون، الملكية والنخبة ديالها، في الصفحة 69. إذن حتى جون واتربوري كيأكد هاد الأمور ديال السلطان هو المبادر، هو صاحب القرار ديال مطلب الاستقلال. إذن السلطان شخصيا قال أنا شخصيا كان يفضل خيار الاستقلال على خيار الإصلاحات، كما يقول هذا الكلام كيقولوا محمد عابد الجبري. محمد عابد الجبري يقول إن السلطان شخصيا كان يفضل خيار الاستقلال على خيار الإصلاحات. كيقولوا المرحوم الجبري في الكتاب ديالو المغرب المعاصر من الصفحة 144 ل 145. وإن كان المرحوم الجبري عنده تفسير معين تيقول لك إلا بقى أن الحركة الوطنية تطورات واتخذ الاستقلال في ظل الحركة الوطنية بدون ما يكون الملك السلطان هو المبادر فيه هو الصانع ديالو، وتأسس بنيات ديال النظام المغربي ربما تكون ديمقراطية وربما ما تخدمش مصلحة ديال السلطان، وبالتالي السلطان عمل باش يعطي الأولوية للاستقلال على الإصلاحات باش يكون عنده دور فيها هو الرأس ديالها ويأمن النظام اللي باغيه هو. هذا في التفسير ديال الجبري لهاد المسألة هذه والتأويل ديالو لها. كيقول إبراهيم بوطالب كذلك لا سبيل إلى التأسيس السليم، تنعرفوا إبراهيم بوطالب شكون هو، إلا في ظل الحرية، ما يكونش الاستعمار، لأن يكون شي تأسيس الحكومة الفرنسية مع الحركة الوطنية يديروا شي حاجة ويكون ماشي في مصلحة السلطان. فلذلك فأول ما أقره البيان المطالبة بالاستقلال هي المطالبة بالاستقلال. هذا الكلام ديال إبراهيم بوطالب في بيان 11 يناير 1944 اللي كيسميه دستور المغرب المعاصر، الصفحة 28. وهكذا تبنى السلطان استقلال المغرب دون شروط. وهذه الفكرة ديال تبني السلطان استقلال المغرب دون شروط واتخاذ القرار والمبادرة في هذا الاتجاه والأسبقية على الإصلاحات اللي فشلات ديال الحركة الوطنية بالطريقة السلمية ديال الحركة الوطنية باش يأمن بها الاستقلال أولا. فهذا هو اللي عطى واحد المناخ. راه كانت واحد المداخلة ديال واحد الأخ اللي هضر على المنطقة ديال الشمال إلى آخره. يعني قد يتساءلوا البعض، قل لك اودي راه قبل وثيقة 11 يناير 44 ولا حتى 13 يناير 44 راه ترفعات شي حاجة خرجت في الشمال وكذلك في فاس حول الاستقلال. غادي نقولوا نعم، ولكن هذيك بالونات الاختبار اللي القرار اتخذ ودار بطاق سري مع فئة صغيرة من الحركة الوطنية ما بين السلطة والحركة الوطنية، وكان فيها قسم على الأمور تبقى سرية ديال قرار المطالبة بالاستقلال. وكانت المنطقة ديال الشمال طنجة حرة وفيها السفارات والقنصليات الأجنبية، واللي من بين وقعوا حتى الحماية كانت موجودة في الشمال، ودارت المنطقة الشمال بعيدة عن المركز اللي هو الرباط، ولحت هاد البالون الاختبار باش يتشاف رد الفعل. وكذلك تلوح الآذان ديال الدبلوماسيين الأجانب باش يبلغوها للدول ديالهم باش تنتشر. وفي ظروف ديال الحرب العالمية الثانية باش ياخذوها بعين الاعتبار ديال المغرب وتناقش يكون كشرط
ديال دعم المغرب إلى آخره. نفس الفكرة كذلك راجت من طرف قدماء ثانوية مولاي إدريس فاس في إطار بالون اختبار، وبعيد على الوسط، بعيد على الحركة الوطنية هنا، وبعيد على الوسط. وديك المرحلة كانت عند ديال طنجة كان عندها واحد الامتياز نسبيا في الحرية، ولهذا تلقات. إذا فكرة الاستقلال هي التي أوحت لمنطقة الشمال بمبادرة الإشارة في 18 جوجنبير 1942، إشارة المبكرة إلى هذا المطلب إلى جانب تلاميذ ثانوية مولاي إدريس بفاس، والذي كان من بينهم قدماء ثانوية مولاي إدريس بفاس، اللي كان من بينهم المرحوم المهدي بن بركة. إذن فالسلطان هو الذي استعجل المطالبة بالاستقلال في مقابل الإصلاحات المستعجلة. وهذه الخلاصة اللي يمكن نختم بها. السلطان هو اللي استعجل، فعوض الحركة الوطنية دارت المطالب المستعجلة، السلطان استعجل بدلها بالمطالبة بالاستقلال في مقابل الإصلاحات المستعجلة. الدور ديال حزب الاستقلال والحركة الوطنية كان هو تصريف الفكرة بحكم معاهدة الحماية وظروف الحرب العالمية الثانية. تصريف الفكرة فقط، تصريف القرار والتنفيذ ديالو. إذن بحكم الحرب العالمية الثانية ومعاهدة الحماية والشروط والقيود اللي مديورة على السلطان، اقتضت إذن تصريف الموقف أن يكون الإعلان شعبيا وليس فوقيا وليس نخبويا أمام مظهر القوة اللي أصبح عليه السلطان بعد استقبالات فاس وبعد تصريح الولايات المتحدة بإعطاء الشعوب المستعمرة الحقوق ديالها. غادي نكتفيو بهذا القدر، وغادي يبقى لنا الجزء ديال غدا إن شاء الله، الجزء الثاني غادي نكملوه نظرا للأهمية ديالو، وغادي نعطيو فيه مراجع ومقولات وأقوال والتدقيق بالطريقة ديال تصريف مطلب الاستقلال اللي كان كيتحكم فيها كينسجها وكيسبكها هو السلطان محمد الخامس، اللي حدد اليوم والساعة والتاريخ والكيفية وكل شيء. وغادي نسمعوا كذلك هذه الأمور هذه على لسان رجالات الحركة الوطنية والمؤرخين والباحثين والمفكرين المغاربة. نتمنى توجدوا إلى كاينة أسئلة لغدا إن شاء الله نتوسعوا في الإجابة ديالها. وهذا الجزء الثاني مهم جدا لأنه كيحسم. دابا وصلنا غير مهدنا طريق نحو من رفع مطلب الاستقلال. حزب الاستقلال تأسس وكان عنده الاسم، ولكن مخليه في الركنة وما عنده معنى وكيدير الإصلاحات. والملك السلطان هو اللي رفع مطلب ديال الاستقلال بالاعتبارات والغايات اللي ذكرنا وبالشروط ديال الحرب العالمية والظروف الحرب العالمية الثانية، وكذلك الاحتجاجات الشعبية اللي كانت في ديك المرحلة بواحد الشكل كبير. غادي إذا نشوفوا كيفاش تجلت وكيفاش تجسدت فكرة الاستقلال حتى غادي تعطي النتيجة ديالها، أو على الأقل تنوصلوا ل 11 يناير 1944 لصباح الثلاثاء 9 صباحا، يوم الثلاثاء 9 صباحا 11 يناير 1944. لماذا الثلاثاء ولماذا 9 صباحا؟ وكيف هي الوثيقة الأولى 11 يناير والوثيقة 13 يناير، والموقعين من هم الموقعين على الوثيقة ولماذا؟ كل شيء هادشي غادي نجاوبوا عليه إن شاء الله في البث المباشر ديال يوم غد. نتمنى يكون الحضور مكتف وقوي وكبير، وتبقى المتابعة باش نحسنوا الإضاءة ديال هاد اللحظة التاريخية المهمة في الزمان المغربي، ونجددوا بها الصلة، ما تبقاش كلمات عامة غامضة في الذهن ديالنا وديال المغاربة. مستعد للجواب على الأسئلة ديالكم غدا إن شاء الله ونتفاعل معها بشكل كبير.
من أجل الشرح. نتمنى كاملين تفكروا في الأسئلة ومرحبا. كذلك نتمنى الدعم ديالكم بشكل قوي والمتابعة والبارطاج لهذا الفيديو باش يبان بأننا بالفعل كاينة روح وطنية، وبأننا حين الغيرة اللي كاينة عندنا على بلادنا أو الغيرة اللي عبرنا عليها مع رجال ونساء التعليم في الحراك وفي الملف ديالهم والنقاش والدراسة ديال النظام ديال المآسي اللي كان، ما كانش أنها دراسة طحنا فيها غير هكاك صدفة أو بغينا ديك الدراسة المعمقة أو تلك المواقف تكون بهذا الشكل، بل حتى التاريخ ديالنا التاريخ المهم أننا كندرسوه بنفس الطريقة وبنفس الكيفية وبنفس المنهجية وبنفس الروح اللي سائدة. إذن شكرا لكم وإلى الغد إن شاء الله في 9:30 بإذن الله.